السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا نزل الأسفلت أهو، يعتبر من أول البروفاج، شاطئ البروفاج، لغاية المفروض طبعا لحد سور حدائق المنتزه. هنبصوا كده نشوفوا وصل لغاية فين. دي طبعا طبقة البازلت اللي هي الأطران أو الزفت بيسموه. ده طبعا الطبقة اللي هي الأساس، يعني عشان الأسفلت يلزق في الرملة. دي الطبقة الأولى. بكرة شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا المفروض النهارده اجازة وبكرة اجازة، بس الناس شغالة برضه اهو. عشان يخلص المشروع. واضح من علو او بروز الأغطية بتاعت المرافق إن لسه هيبقى فيه طبقتين ولا حاجة من الأسفلت عشان يعلى ويبقى سوى الغطا بتاع الصرف الصحي. أنا عايز أبص، أنا مش هطول في الفيديو، أنا بس عايز أبص أشوف إيه وصلوا لغاية فين. ممكن بقى نستنتجوا منها إذا كان هيكملوا شغل بكرة ولا هيريحوا بكرة. هنشوفوا إيه الوضع. بس كويس إنهم بدأوا. بصوا هنا عالي إزاي أو بارز إزاي، فلازم هيبقى في طبقتين على الأقل من الأسفلت عشان يعلى ويبقى في مستوى نفس المستوى. تغيير الجو بقى، ويوم شمس ويوم حر ويوم سقعة على الله بقى. من بكرة الجو يظبط، بس بيقولوا بعد على يوم الأربع كده إن شاء الله بيقولوا الجو هيبقى حر جامد، بيقولوا. طبعا دي كلها اجتهادات، يعني كل حاجة في إيد ربنا سبحانه وتعالى، وأجهزة بترصد وناس بتحلل المعلومات وتطلع بنتائج. ممكن نتائج تبقى 100% صح، ممكن 90% صح، ممكن 50% صح، حسب. يعني الموضوع مش بالبساطة طبعا دي، لأن في تغيرات بتحصل لحظية يعني. فربنا يسهل الفترة الجاية، بس الجو جميل النهارده. الجو خلاص بيقول إن بكرة شم النسيم فعلا يعني. شواطئ حلو، منظرها جميل. أحلى حاجة في الموضوع إن المساحة دي كلها هتنضم للشارع. لما تنضم للشارع بقى هتخفف الزحمة وتقل وقت أي مشوار الناس نازلاه، فهيعمل فرق مهول يعني.
طبعا يوفروا في البنزين والسولار والكلام ده كله، والجهد طبعا، الجهد اللي بيتبذل في الزحمة غير اللي بيتبذل لما العملية تبقى رايقة. غالبا هم وصلوا لغاية سانتوس. هنبص كده عند اليوتيرن اللي قدام سانتوس، هو في 2 يوتيرن هناك، واحد اللي هو عايز يروح يعمل يوتيرن في اتجاه المنشية، واحد جاي من المنتزه، من اتجاه المنتزه، وعايز يروح يعمل يوتيرن ويرجع تاني. الناس شغالة اهو. نص شهر 6 يعني قدامنا حوالي يعني شهر ونص. أو أكتر شوية من شهر ونص، حاجة بسيطة يعني حوالي شهر وثلاث أسابيع. زي ما توقعت وصلوا لغاية سانتوس بالنسبة للأطران أو البيوتان. الطبقة الأولية دي فحلوة أوي أوي يعني كده. ممكن على بكرة لو اشتغلوا بكرة ينزلوا بأول طبقة ده لو ما كانش النهاردة بالليل يعني أول طبقة من الأسفلت يعني في خلال يومين ولا حاجة. يعني الحكاية كلها إن شاء الله ممكن تخلص في أسبوع على ما يوصلوا لسور حدائق المنتزه، ويبقى المشوار ده خلص. شغل الباقي بقى أعمدة كهرباء وتوصيلات كهرباء ونظافة بقى وتظبيط والكلام من ده، حاجات التفنيش الأخيرة دي. ادي وصلوا لغاية سانتوس. بص الشارع، انا عجبني المنظر بصراحة. يعني الجزيرة اللي احنا واقفين عليها دي هتبقى وسط الشارع بالظبط. اللي على اليمين ده هيبقى اتجاه واحد، واللي على الشمال ده هيبقى اتجاه تاني. فشوف بقى، تخيل بقى هيعمل فرق قد ايه. يعني الشواطئ والكلام ده حاجة تانية، انما ده صلب المشروع يعني توسعة كورنيش اسكندرية. طبعا ما كانش مجرد توسعة شارع او الكلام من ده، هو عمل تغييرات جذرية في المنطقة على طول الكورنيش، على طول حوالي 4 كيلو وشوية، صرف صحي ومية وكهرباء والله أعلم ما كان فيه غاز ولا لأ، ما عرفتش. ده غير طبعا شبكة صرف الأمطار. فيعني شغل بكل حاجة، على أساس ده هيبقى خلاص بعد كده مش هيبقى فيه توسعة للكورنيش على الإطلاق. يعني خلاص كده يبقى وصل لساعته النهائية، ما ينفعش يتوسع بعد كده حتى لو بعد 30 سنة. ليه؟ لأن خلاص يعني أي توسعة هتضيع أي شواطئ باقية ما أكلهاش البحر. فطبعا ما ينفعش بعد كده أي توسعة هتكون جوه البحر، بمعنى كوبري أو مسار طريق
جوه البحر على كوبري داخل البحر. ده يعني طبعا احنا غالبا يعني ربنا يديكم طول العمر ويرد، بس غالبا الواحد مش هيحضرها، يعني الجيل الجاي بقى يبقى يحضرها بإذن الله، كل حاجة بإذن الله. ف هنا يوتيرن هنا قدام سانتوس، 2 يوتيرن خلاص في مراحله الأخيرة أو مرحلته الأخيرة، وكده هنقفله. ما تنسانوش، لا تنسونا في اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لأكتر عدد من الناس اللي بتحب تتابع كل اللي بيحصل كل يوم أول بأول مع قناتكم، قناة ماجد اسكندرية مع ماجد المصري. ودايما إن شاء الله هنجيب لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.